السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي بشرتك تكون كيكة، المصطلح اللي هو منتشر اوي الايام دي، ويعني بمعنى اصح تكون مشدودة، لونها كله موحد، صافية قوي، اي تصبغات اي حروق فيها هتتشال باذن الله، وكل ده في اسبوع واحد. اول حاجة المكونات بتاعتنا دي سهلة جدا وموجودة في كل بيت. هتجيبوا 3 معالق من اللبن على نص ليمونة وقطنة. طريقة الماسك ازاي؟ تعصري نص ليمونة على 3 معالق اللبن، وتفضلي تقلبي في اللبن لحد كده ما يبقى رايب او يعني شبيه بالزبادي شوية، وبعدين بالقطنة تاخدي من اللبن وتحطي على وشك كده بالراحة كده في وشك كله، بس من غير تحت العينين، وتسيبيه لحد ما ينشف خالص، يعني اقل حاجة تلت ساعة. وبعدين تروحي تغسلي وشك بالغسول المناسب لبشرتك، وبعد ما تغسلي وشك بالغسول تجيبي مية ساقعة من التلاجة وتغسلي بها وشك عشان تقفلي المسام بتاع وشك، او تجيبي مية ورد، بس بلاش بتاعت اللي هي في الصيدليات دي عشان دي بتبقى مضرة. جيبيها من عند العطار او من ماركة يعني انت بتثقي فيها، وترشيها على وشك، او لو ما عندكيش مية ورد تجيبي كريم مرطب وترطبي بيه وشك عشان المسام يتقفل. انتوا بجد لو استمرتوا على الماسك ده لمدة اسبوع هتلاقوا وشكم حاجة كده وهم في بعد اسبوع. تجربتي مع الماسك ده يعني كان اختي خطوبتها كانت في يوم، جت قبليها باسبوع بالظبط بدأت تعمل وشها بالماسك ده، فانا بقول لها يا بنتي انتي جايه تهتمي قبل خطوبتك باسبوع، يعني مش هتلحقي تعملي حاجه. قالت لي لا، يعني قالت لي انا يعني ايه اهتم احسن ما اهتمش خالص. وبعدين فعلا فضلت تعمل الماسك ده يوميا، كل شويه في اليوم، في الاسبوع كل يوم تعمل الماسك ده. والله العظيم يا جماعة جت قبل الخطوبة وشها ما شاء الله عليه، يعني كان صافي بطريقة وحلو قوي. يعني انا استغربت، يعني انا كنت بتريق عليها في الاول وبقول لها يا بنتي الماسك ده يعني انت بتهتمي اسبوع مدة قليلة قوي مش هتلحقي تعملي حاجة. لا والله اتفاجئت بنتيجته جدا جدا جدا. وجيت انا كنت في مصيف من كام يوم، جيت وشي متبهدل جدا، حروقات في الشمس وسمرت قوي، فافتكرت اختي فعملت الماسك ده برضو وقعدت عليه برضو زي اسبوع. والله بشرتي اول حاجة بيضت قوي، وكل التصبغات اللي فيها راحت من الشمس، والاحلى من كده كمان حسيت ان هو بيشد البشرة، يعني حسيت بشرتي كده مشدودة وحلوة قوي، ولا بشرتي رقت خالص يعني وبقت جميلة. فبجد اعملوا الماسك ده وداوموا عليه، يعني اقل حاجة لمدة اسبوع هتلاقوا بشرتكم حاجة تانية خالص، هتلاقوها كيكة بمعنى الكلمة. بس اللي بشرته حساسة يعني بلاش يعمل الماسك ده، او يعمل الماسك ده يعني يجيب لبن بس ما يحطش ليمون، ممكن تحطي مية خيار مكان الليمون، او تحطي زبادي بس، او تحطي لبن بس على وشك، وتحت العينين تحطوا لبن بس، حتى اللي هما بشرتهم عادية، يعني احط الماسك ده في الوش كله ولبن بس من غير ليمون تحت العينين. وبجد هتنبهروا بالنتيجة بعد مدة اسبوع، بس داوموا عليه يوميا، اعملوا الماسك ده وفعلا هتنبهروا بالنتيجة. ولو جربتوه وجاب نتيجة معاكم اكتبولي في الكومنتات تحت، واكتبوا اقتراحات لفيديوهات عايزين اعملها لكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.